بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول لك: يوم ابتلتني صدوف الوقت حملا ثقيل، واكسر ليالي تداهمني معاناتها، واشوف نبض الحياة قدام عيني عليل مقهور، والأرض ضاقت بي مساحاتها. أنا أشهد أن المواقف درس وأعظم دليل، كم ناس ساندتها في أصعب أوقاتها. ويا مرحبا وحياكم الله. طبعا اليوم راح أتكلم عن المقص. في علامات تدل على تلف جلد المقص، الجلد حقت المقص. طبعا من المشاكل اللي تسببها جلد المقص انك يوم تسوق السيارة، اول سبب اهتزاز في الدركسون. يوم تسوق السيارة تحس الدركسون يهتز معك، هذا يكون في مشكلة في جلده حقت المقص. هذا العلامة الأولى. طيب العلامة الثانية أصوات الطقطقة أسفل السيارة. يوم تسوق السيارة أنت تسمع صوت طقطقة طق 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 طق، أدنى مطب شغلة بسيطة تسمع لها طقطقة. في الجلد تسمع طقطقة، هذا يكون جلد المقص متقطعة. هذا السبب الثاني. طيب السبب الثالث، عندك السيارة الميزان حقها في خلة، تلاقي حتى الكفر يمسح، في مسحية في الكفرات. هذا برضو يكون من سببها، من الأسباب اللي تخلي الكفر يمسح تلف جلد المقصات. جلد المقصات تسبب مسحية للكفرات. هذا الخلل الثالث. وبرضو تآكل الكفر يتآكل. طيب الفرامل، إذا جيت مثلا أنت ماشي مسرع، مجرد تكبس فرامل تحس السيارة تقدم معك شوي، تحس فيها نتعة. هذا يكون المقص إذا تآكل، هي عبارة عن حديد كذا دائري يسقط فيها الجلدة حقت المقص. الجلدة هذه عبارة عن جلدة، إذا تقطعت يبدأ يتحرك جوا. مجرد تكبس فرامل قدم تسمع طق بهذا الشكل. فهذه علامات تدل على تلف جلد المقص. ويا مرحبا وحياكم الله.